مساء الخير أعزائي المشاهدين من داخل مسرح الواي بسوتر بالإسكندرية. كانت هناك مسرحية كبيرة اسمها لعب عيال. أنا صراحة أنا جاي فعلا كنت عايز أتفرج على لعب عيال من تأليف طبعا المؤلف الجميل بهجت نسيم وإخراج المخرج المتمكن فادي بهجت. في الحقيقة أنا كنت جاي أتفرج فعلا على لعب عيال، لكن في الواقع لقينا لعب العيال قلب جد وبدأ يناقشوا مشاكل مجتمعية تمس المجتمع المصري بقوة. بصراحة أنا قابلت اتنين موهبتين صراحة في اسكندرية. الموهبة الأولى اسمها سيلفانا، هنقول لها أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. سيلفانا إيه؟ سيلفانا جوزيف. سيلفانا جوزيف. وكمان معانا الممثلة مارتينا إيه؟ وحيد. مارتينا وحيد. انا عايز اسالك مين اللي اولا شجعك على التمثيل وده اول عمل ولا مثلت قبل كده؟ لا مثلت كتير بس في مسارح يعني في كنيسه وكده. وعرضت هنا كذا مسرحيتين على النادي الواي وانا بحب التمثيل جدا. والصراحه استاذ فادي بهجت. مين اللي اكتشفك وقال ان انت تنفعي ممثله؟ صراحه خادمه عندنا في الكنيسه اسمها تسوني اماني وبابايا هو اللي شجعك. لا بس انا بحييه ان هو بيشجعك. كمان مارتينا وحيد، ان مين اللي شجعك على التمثيل؟ انتوا على فكره انتوا الاثنين يعني لو في ميزان اقول انتوا الاثنين ممثلتين متكافئتين في التمثيل صراحه. كمباراه كنت عايز حد يفوز فيكم، لكن انا جيت في نهايه المسرحيه لقيتكم انتوا الاثنين متعادلتين صراحه. يعني انت اداء ممتاز وهي اداء ممتاز، انت موهبه كبيره وهي موهبه كبيره، كنت عايز افاضل بينكم ما عرفتش. فانت مين اللي علمك التمثيل يا مارتينا وبدات التمثيل فين؟ وانا بدات التمثيل في الكنيسه وبرضك نفس المسرحيتين عملناهم. يعني انتوا زملاء دراسه؟ زملاء دراسه. ايوه من زمان. احنا مثلنا برضك هنا على نادي الواي وبنمثل مسارح كنسيه. يعني انتوا مسارح كنسيه عملتوها قبل كده ولا دي اول مره؟ لا مثلتوا قبل كده. بس استاذ فادي هو اللي شجعنا وطور الموضوع. طب النهارده انت عايزه تقولي ايه للجمهور يا سيلفانا بعد ما عملت العمل الجميل ده واعجبوا بيكي؟ عايزه تقولي كلمه اخيره للجمهور تقول لهم ايه؟ عايزه اقول لهم شكرا على تشجيعكم لينا، وان كل واحد فيكم عمل بجد جوانا حاجه كده حلوه، ان هو كان فخور بينا وشجعتونا كتير. واتمنى اشكر استاذ بهجت بجد تعب معانا وكان بيسيب شغله. واستاذ برضو فادي. لا انت عملت عمل كبير جدا. وانت يا مارتينا وحيد عايزه تقولي ايه للجمهور النهارده في نهايه اللقاء النهارده؟ عايزه اشكرهم بجد ان هم حضروا، وعايزه اشكر استاذ فادي واستاذ بهجت ان هم سابوا كل اللي وراهم واللي قدامهم، كانوا بيقعدوا معانا ويحفظونا، طلعنا عينيهم بس بجد طلعوا حاجه محترمه، وانا بشكرهم جدا ان هم اكتشفوا الموهبه. هو هقول لك على حاجه، هو بيقولوا دايما الرغبه نصف النجاح. انا اصول ولي الامر برضك ينتبه للحكايه دي، ان ابني او بنتي ايه الميول بتاعتها والاتجاهات امشي معاها. وانا بصراحه بشكر باباك ان هو شاف ميولك واتجاهاتك، ان انت بتميلي للتمثيل وشجعك وعمل منك ممثله ان شاء الله تكون ممثله واعده، وبرضك مارتينا وحيد تكون ممثله صاعده واعده في اسكندريه. انا صراحه معجب بيكم بالاداء اللي انتوا عملتوه كمشاهد مش كمحاور. انا شفت اداء طبيعي وعمل مسرحي كبير جدا جدا، انا اعجبت للغايه يعني. لكن النهارده عايز اقول عمار يا اسكندريه ولمصر الحب كله، تحياتنا للجميع. وكان معكم عبد الله عبد الظاهر عضو في نقابه علميين اسكندريه يحيي الجماهير من داخل مسرح الواي بسوتر بالاسكندريه. شكرا لكم، تحياتنا للجميع.